I am back. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم شحال هادي ما جلسنا نهضروا باش تعرفوا واحد القضيه. قسما بالله الا تنحل الكاميرا ونشعلها عاد كنقول فاش غنهضر. داكشي علاش قررت غادي نديروا واحد البلاي ليست ديال الفيديوهات اللي فيهم هضره، والاخرين فيديوهات اللي فيهم لاصال، والاخرين اللي فيهم فلوغات، باش داكشي يكون منظم. فهمتي؟ شويه ديال النظام. موضوع اليوم غيكون على شريك السكن. واو عرفتي الصراحه والله الا توحشت نجلس معكم هكا كنهضر وانتم كتسمعوا لي، بحال كنحس بلي راه كنسين معايا وكنهضروا وكنتناقشوا. المهم بالنسبه للموضوع ديال شريك السكن، علاش قررت انني نديرو؟ حيت فكرت باللي دابا هذه بدايه عام جديد. شفت باللي الناس ترجعوا يقراو، القرايه هي بدات، سالت العطله، اللي خدام رجع لخدمته، اللي كيدير شي حاجه كيديرها. المهم الله يسهل عليكم كاملين. داكشي علاش كاينين واحد الفئه كتكون مثلا كضطر انها غتبعد على الوالدين ديالهم وكلشي وكيسكنوا بوحدهم. نصيحه اللي نقدر نقول لكم هو ان في الاول بصح غادي تجيكم صعيبه، بصح ما غاديش تكونوا عارفين حتى شي حاجه، حتى شي حاجه لا شنو ديروا، كيفاش تصرفوا، كيفاش تجريو فلوسكم، اللي ما كيعرفش يطيب شنو غياكل، وبزاف ما الى اخره. هادشي كيكون في الاول. الواحد الا كان مصر على انه يوصل لشي حاجه، هادشي كيبان له بانال عادي بزاف. يقدر يتبدل هادشي مع الوقت، يقدر يتعلم مع الوقت. غيعاني في الاول حيتاش كان مولف واحد الريتم ديال كيدخل الدار مثلا كيلقى كلشي واجد، كيلقى والديه حاطين له الماكله حتى عنده. المهم واحد الريتم اللي كان مولفو واحد السنين وما بقاش. داكشي علاش يقدر يجيه واحد لو شوك وتيقول لنا علاش انا جيت لهنا، علاش اصلا ندير هادشي كامل ونتعدى وطاطاطاطيطي. انت راه كدير هادشي على قبل راسك بعدا اولا. ثانيا كديرو انت باش تخلي والديك يفتخروا بك، توصل لواحد المستوى اللي انت براسك ما كنتيش كتخيل راسك غتوصل له. بزاف ديال النقاط غيتبدلوا فيك، لا من ناحيه ديال التفكير، لا من ناحيه ديال كيفاش كتعامل مع الناس، لا من ناحيه ديال كيفاش كتصرف فلوسك. كتولي كتفكر بزاف وتتولي مسؤول بصفه عامه. كتكون مسؤول على راسك حيتاش ماشي بحال قبل فاش كنتي مع والديك وكتقول لهم مثلا اذا خصتني شي حاجه صافي هما كيتكلفوا، حيتاش والدينا اصلا ما غيدوموش لينا في كاع الحالات. داكشي علاش اللي نقدروا حنا نديروه هما نخليهم يفتخروا بينا ونخليهم يشوفونا ديما في احسن صوره، حيتاش بصح ثقوا بيا فاش كيشوفونا والدينا في احسن صوره كيرتاحوا وكيطمئنوا اكثر وكيفتخروا بينا. فهذا هو الهدف. انت غادي تطور من راسك وغتوصل داكشي اللي بغيتي، ولكن حتى الوالدين غادي يكونوا مرتاحين من جهتك فاش كيشوفوك وصلتي لواحد المستوى اللي زوين، كيحسوا بواحد الفخر وتيقولوا هذا راه ولدي ولا هذه راه بنتي. المهم هادشي اللي كاين كيفتخروا بيك وبزاف ديال الحوايج. وموضوع اخر ديال مثلا الناس اللي كيترينيو، حيت اصلا هاد القناه 90% ديال لاصال محتوى لاصال. فالناس اللي كيتريني وبعدا راه مربي رجلي وكنهضر معكم المهم الناس اللي كيتريني وكيحسوا باللي كان عندهم واحد الريتم ديال انا اللي بديت كنرتاح. شي راه في الاول كيكون ستريس، من بعد كنبدا نرتاح معكم. المهم الناس اللي كيتريني وكيبداو يحسوا باللي الوقت بدا كيعمر، ما بقاش عندي الوقت باش نتريني، ولا ما بقاش عندي الوقت باش ندير هادي ولا. شوف، النهار فيه 24 ساعه، منهم النعاس اللي كنعسوهم ومنهم ديال الخدمه اللي كنديروها.
كيف ما بغات تكون ماكله، قرايه، خرجه، اي غرض كان عندك، خصك هاد 24 ساعه كامله تعرف فوقاش تنعس، تعرف فوقاش تفيق. وفاش تفيق خصك تكون ديجا ناعس 8 السوايع ديالك حتى 9 بحال هكا. ومن بعد كيفاش فاش شوف فوا كتحل عينك في الصباح كتكون عارف شنو غدير، ماشي كتقول عاد شنو غندير اليوم، صافي غنفطر بعدا ونشوف شنو ندير. لا، ديجا تكون عارف شنو دير. يعني تنوض الصباح صافي عارف راسك غتفطر، عارف راسك غتخرج، عارف راسك عندك بزاف ديال الاغراض هادي وهادي 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 خصك تقضيهم. داكشي علاش حاول ما تماطلش. المماطله راه نير اعداء حاجات الانسانيه. المماطله حاولوا ما تماطلوش كاع، اي حاجه عندكم ما تماطلوهاش. فاش غديروها اصلا غتحسوا بالراحه منها. هادشي عن تجربه، حيت حتى انا كنت من الناس اللي كيماطلوا. كنتريني الحمد لله وكلشي، هادشي ما حبستوش. ولكن مثلا في حوايج اخرين نقدر نماطل، نبقى جالس مثلا نقول صافي داكشي دابا نديرو حتى نوض نديرو. لكن لا، الا كانت شي حاجه عندك نوض ديرها، ما تخليهاش كاع. شوف، ما تحاولش تخلي داكشي اللي عندك الوقت اخر، يعني في داك الوقت الاخر عندك عاوتاني حاجه اخرى تقدر تخرجك. داكشي علاش حاول اي حاجه عندك قضيها. هادشي اللي كاين. داكشي علاش المهم هادي هي صراحه اللي غنقول لكم، ونتمنى تكونوا فهمتوا. صراحه عرفتي والله الا كنحس بالاشتياق الدراري صحابي كاملين، حيت انا ما بقيتش في مدينتي وقررت انني نمسح معكم هذا الموضوع. من ناحيه اخرى ديال مثلا في الاول صراحه ما نكذبش عليكم، في الاول ديجا انا الحمد لله كنعرف نطيب وكلشي، ولكن ماشي اي حاجه. بحال مثلا كانت عندي فكره على الطياب، كانت عندي نظره شامله، يعني نقدر نوض نطيب شي حاجه ونرجع نجلس عادي ناكلات تكون زوينه. ولكن زعما الطريقه زعما باش كطيب الوليده داكشي ما كاينش. بديت كنعتاد عليه الصراحه مع الوقت. الحمد لله فاش وصلت لواحد النقطه ديال كنشوف راسي كنطيب بلا ما كنشوف الوصفات ولا بلا ما نقلب في يوتيوب، ولا حسيت بلي راه بصح كاين واحد الانجاز تحقق بلا ما نشعر، فهمتي؟ داكشي بصح. علاش بصح؟ راه ناري شحال قلت ديال بصح. المهم داكشي علاش راه الحاجه كتجي مع الوقت بلا ما تحسي. الا كنتي كتبقى غادي عليها واحد الريتم. من ناحيه اخرى ديال المصاريف كيكون عندك مثلا واحد المونطو اللي الا ما قدرتيش تصرفو بعنايه انت اللي غطيح في مشكل من بعد. حتى الا قلتي لوالديك انا راه ما بقاوش عندي صيفطوا لي وكذا، كتكون صراحه قلتي شويه منها. يانا حاول ديما تعتمد على راسك في اي حاجه. حتى الا وقع لك شي مشكل حاول تلقى له الحل لراسك. حاول ما تولفش تعتمد على الاخر اللي يحل لك المشاكل. فهادشي صراحه اللي نقدر نقول لكم. ومن ناحيه اخرى ديال لاصال، الحمد لله انا ما قطعش، الحمد لله ما قطعش لاصال. كندير بزاف لدرجه انا نهار كامل كنجي في الدقيقه 90 كنتعشى كنعس، حيت عارف فراسي واخا داك الجهد اللي بقى لي ديال انني نجلس نهز التليفون ولا نتفرج ولا غادي نلقى مشكله الصباح. حيت داك الوقت صافي وصلت وقت النعاس، خصني نعس باش غدا الصباح عاوتاني عندي نهار طويل خصني. هادشي علاش في الاول تيكون، حيت في الاول انت يلاه كتكون كتبني راسك، كتكون تاخذ الاكسبيريونس من بزاف د الحوايج. يعني ما تحاولش تخلي دوك الملهيات اللي كنتي مولفهم قبل يبقاو لك في هذا الروتين اللي ولا جديد عندك. يعني حتى توصل لواحد النقطه اللي شتي راسك اللي جود، حسيتي بلي راه درتي كلشي صافي، دابا غنرتاح، كلشي كاين، كلشي واجد، نقدر دابا نباطل كيف ما بغيت حيت ديجا درت كلشي. يعني حاول تعذب مزيان باش ترتاح من بعد مزيان، فهمتي؟ شنو اخر عاوتاني في الاول صراحه فاش كنت هنا جيت كنت كنتريني بحال مثلا دابا انا نشرح لكم. كان عندي النهار تيكون عندي عامر، كان سالف واحد الوقيته معطله ما كنلقاش الوقت لاصال كاع باش نمشي له. شنو كندير؟ الحمد لله كنجي كنتريني في الدار. بديت بلا ما نحس رياضه اخرى ديال الكاليستينكس ديجا كنت كنترينيها، ولكن ماشي بهذه الجديه حيت
دابا انا في الدار كنقول لنا هذه ما غاديش نتريني بحال كيف كنت. المهم قلت لكم كنتريني في الدار باش نحاول ما نخسرش الريتم اللي كنت غادي عليه قبل. وكان مع الوقت لاحظت باللي زادوا لي واحد العضلات اللي باستيفاء في شكال على كي كانوا عندي، ولقيت باللي بصح كاليستينيكس شي حاجه اللي واعره. ولكن بلاتي راه مازال كنتريني ميسكولاسيون. هو زدت الكاليستينيكس دابا وليت كندير مثلا 5 الحصص اللي كنت كنديرهم في العاده في السيمانه، باقين هما بلس كاليستينيكس. هنا نيت فين جالس كنتريني كاليستينيكس، وكنتريني بواحد الطريقه اللي الحمد لله ما شاء الله نقدر نشاركها معكم. اللي انا متاكد غتعجبكم حيت راه واو صراحه عجبتني. لقيت ولد خالي تا هو صراحه كيترينيها، هو اصلا الدومين ديالو كاليستينيكس ما كيخدمش ميسكلاسيون كاع. صراحه علمني شي نويطات في رياضه الكاليستينيكس اللي نقدر نترينيهم هنايا في الدار بلا ما نحتاج حتى لبرا، حيت دابا هنا ما كايناش. خوتي راه هاد ستوكاج انا ديما عندي مشكل في هاد ستوكاج، راه مسحت شي ابليكاسيون باش نكمل. قلت لكم حيت هادشي كامل كنقولوا الصراحه باش اللي كان كيدير شي حاجه يبقى كيديرها، ما توقفوش، ما تقولوش بلي راه عندي بزاف ديال الحوايج ما يداروا. داكشي علاش داكشي اللي كنت كنديرو قبل ما يبقاش على ما نسالي. شوف اللي كيعرف ينظم وقته راه غيتريني، غيقرا، غيخدم، غيدير كلشي.